اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند، والفيديو ده هيكون شرح لنهاية مسلسل بيبي ريندير، وهيكون في حرق الاحداث. فلو متفرجتش على المسلسل ده اتفرج عليه الاول وبعدها ارجع شوف الفيديو ده هيكون فيه توضيح لبعض النقط الغامضة في المسلسل ومحتاجة شرح. فيلا بينا نبدأ موضوعنا. زي ما عرفنا في المراجعة اللي فاتت اللي بدون حرق ان احداث المسلسل ماشية على 4 خطوط، كل خط فيهم بيحصل فيه تطورات وعمق كبير جدا. فمع تطور الاحداث بيتقابل دوني مع كاتب تلفزيوني ناجح ومشهور جدا وهو دارين بيقدم وعود لدوني بانه هينقله في حتة تانية، بس اهم حاجة انه يكون مطيع وينفذ اللي هينطلب منه بدون تفكير في الحاجة المطلوبة. وطبعا دوني هنا بيكون متمسك بموهبته وعايز يطورها باي شكل من الاشكال. فابتدى دارين يحول دوني من شخص موهوب لانسان مدمن للكحول والمخدرات، على اساس ان هي دي الحاجة اللي هتساعده في اطلاق العنان لخياله ويقدر يطلع افكار ابداعية يطور بيها موهبته. والغرض هنا طبعا من دارين مش خلق افكار جديدة ناتجة من العقل اللاواعي من دوني، بل الغرض كان واضح جدا وصريح، وانا هقولها لكم كاش. دارين اصلا هو هوموسيكشوال وهو عايز يمارس معاه في حالة من اللاوعي من دوني. طبعا دي جريمة، وغير انها جريمة الموضوع ده سبب ايذاء نفسي مش طبيعي لدوني. وللسبب ده قرر دوني انه يقطع علاقته بدارين ويرجع كوميديان على قده زي الاول بيقول نكت سخيفة. ولحظة رجوع دوني على المسرح مرة تانية ووجود محاولات كتيرة لإضحاك الجمهور بيفشل في ده، ساعتها بيخش في حالة نفسية من أسوأ ما يكون. وهو موجود على المسرح بياخد قرار لحظي وهو موجود على المسرح بإنه يحكي عن معاناته. وبالفعل دوني وقتها بيحكي عن كل حاجة وبيعترف اعترافات عن نفسه وبيخلي حياته الشخصية كل الدنيا تعرفها. بيعترف بصداقته لوحدة ثنائية الجنس وترصد مرسى المرضي ليه واغتصابه جنسيا من الكاتب التلفزيوني الشاذ جنسيا. ولسوء الحظ بيكون الاعتراف ده مسجل، فبينزل فيديو على يوتيوب والفيديو ده بيعمل ريتش مش طبيعي فيصبح مفضوحا امام الجميع. وبيقرر هنا انه يعترف لاهله بالاعترافات دي قبل ما يعرفوها من خلال السوشيال ميديا. ومع اعترافه ده لامه وابوه بيكتشف ويشوف رد فعل غير متوقع من والدته وهو دعمه عاطفيا، ومن والده كمان اللي بيعترف هو كمان بنظرات صامتة ان هو كمان غير معتدل الجنس. فهل انت ترى ان ابيك غير مكتمل الرجولة؟ وقتها بقى انا اتجننت. يا جدعان هو في ايه اللي بيحصل هنا؟ هو انا فهمت صح ولا الموضوع ليه اتجاه تاني؟ ولكن ده بيكون حوار صامت تقدر تعرفه وتفهمه فقط من خلال لغة الجسد والعيون. كده نكون قفلنا خط من خطوط الدراما اللي بيحكي عنها المسلسل. نرجع لخط تاني من الاحداث وهي علاقة تيري بدوني. العلاقة هنا بتكون وصلت لنهايتها لما تيري تكتشف ان دوني مش عايز يحط حدود قطعية لانهاء العلاقة مع مرسى، وبتعترف له بشكل واضح ان المشكلة فيه هو مش في مرسى اطلاقا، وانها عايزة تنهي العلاقة دي بسببه هو وبسبب تصرفاته هو اللي هو مش مدركها على فكرة. وان حتى لو اتعمل حدود لمرسى هو مازال عنده مشكلة هي غير متقبلها. طبعا الكلام ده بعد معرفة اعترافاته المسرحية. وفعليا بعد انهاء العلاقة مع تيري دوني بيرجع لمرسى مرة تانية علشان يكتشف ان مرسى مسجلة كل حرف بينها وبينه من وقت ما شافها. فترجع مرسى تنتقم بتهديد عائلة دوني بالرسائل والتسجيلات اللي موجودة معاها. وهنا دوني بيبلغ الشرطة. وايوه هو ده المشهد اللي انتوا شفتوه في بداية الحلقة الاولى، لان مسلسلنا ابتدى من النص حرفيا. وبعد التحقيق وادانة مرسى واعترافها هي شخصيا بانها مذنبة بيتم الحكم عليها بالسجن لمدة 9 شهور، والحكم على دوني بعدم التعرض ليها لمدة 5 سنين. وبكده نكون قفلنا الخطوط الدرامية ما بين دوني ومرسى ودوني وتيري وما بين دوني وعيلته. يتبقى الخط الدرامي الاخير بين دوني والكاتب التلفزيوني. بيرجع دوني بعد ما اصبحت حياته فارغة عاطفيا من تيري وتوقف مضايقات مرسى ليه بيفاجئنا بالرجوع للكاتب دارين. وده ان دل على شيء فانه يدل على تأكيد الاضطرابات اللي بيمر بيها دوني وان المشكلة تكمن فيه هو. انا حابب افهمها كده الحقيقة. هو نفسه مش عارف يحط حدود للعلاقات اللي في حياته مضطربة. اصل بالعقل كده هو لو شخص طبيعي وواعي ايه اللي هيخليه يرجع مرة تانية لشخص سبب له اذى نفسي مش طبيعي؟ وايه اللي هيخليه يرجع يسمع المكالمات والتسجيلات اللي بينه وبين مرسى؟ دوني هنا هو اصلا شخص مضطرب وما بيعرفش يتحكم في مشاعره. فلما بيقابله دارين وبيقدم له عرض عمل وانهم يرجعوا يشتغلوا مع بعض مرة تانية وان اللي حصل قبل كده مش هيتكرر مرة تانية، وبيعترف دارين لدوني انه شخص شجاع علشان هو
قدر يعمل الاعترافات اللي اتنشرت على يوتيوب دي. وينهي لك المخرج هنا الحلقة الأخيرة بلقطة في منتهى العبقرية، وهو مشهد شبيه بمشهد بداية معرفة مارسا ودوني مع بعضهم وقت لما كانت بتروح البار وتطلب مشروب ولكنها مش معاها تمن المشروب ده، فوقتها دفع دوني لمارسا تمن المشروب وابتدت علاقتهم في الانطلاق. شفنا المشهد نفسه في النهاية، وخلي بالكم وركزوا هنا قوي ان الخط الدرامي الوحيد اللي اتساب مفتوح بدون نهاية قطعية هو خط الاحداث بين دوني والكاتب داورين. فبنشوف في النهاية مشهد وجود دوني في البار وبيطلب مشروب برضه هو كمان، ولكنه مش معاه الثمن وهو نسي المحفظة في البيت تقريبا، فبيدفع الباريستا هنا تمن المشروب لدوني. وده بيفتح خط جديد لانحراف وغوص دوني في علاقات جنسية مثلية، لان هي دي نقطة بداية العلاقة، وإلا كان المخرج وقتها جسد دور الباريستا في واحدة بنت مثلا مش ولد، وهنا تنتهي أحداث المسلسل. وأحب أنهي أنا كمان نفس نهاية المسلسل الكتابية الجميلة جدا لدعم المضطربين نفسيا. فإذا كنت أنت تعاني أو تعرف من يعاني فيمكنكم التواصل مع متخصصين في حل المشاكل النفسية عن طريق موقع Wanna Talk About It. وهنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تأكيد ما تنسوش تستمروا في دعائكم لإخواتنا في فلسطين، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.